احتجاج كبير ديال اللاعبين الطنجيين التطوانيين على حكم المقابله. اذا كان ممكن زميلي محمدي اعاده هنا الكونترول. شوف الكونت تخلص من الرقابه مشى لمهدي الخلاطي. كاين شوك هنا الاعاده من وجهه اخرى على اي كان ابرهون هو اخر لاعب خرج. كانت اوبستريكسيون اخر لاعب خرج لرفيق. يعني المؤكد الان حكم المقابله اشتل على 11 متر حيث ستوضع الكره. ضربه جزاء. احتجاجات كبيره ديال اللاعبين والهستيريا في المدرجات المغطاة والمكشوفه. من سيتولى تنفيذ ضربه جزاء. الهستيريا هنا في ملعب طنجة الكبير. 45,000 مناصر. الكل يحلم بالفوز والكل يحلم بلقاء كبير يعكس القيمه الكرويه الحقيقيه للفريق. انه رفيق مسؤوليه كبيره. اعطى الاضافه محطات متعدده للاعب. دمت الاخلاق اخلاق عاليه لهذا اللاعب وامكانات مهمه لهذا اللاعب. تجربه كبيره. خدم مسؤوليه تنفيذ ضربه جزاء ودار كره في 11 متر. رافيق ينطلق وجها لوجه امام الحارس الشاب عدنان العاصمي. هل يكون عصاما ويصد هذه ضربه جزاء؟ كل شيء وارد في المستديره. لا ثقه في كره القدم. الحكم يؤشر للاعبين الخروج خارج المعترك. رافيق وجها لوجه امام عصام العاصمي عدنان. رافيق ينطلق في حالة تركيز. انطلق. رافيق يسجل. اتحاد طنجة متفوق بدل في 0. الهستيريا في المدرجات. شوب حارقة. الآلاف الحراجير تسطح باسم اتحاد طنجة. الهستيريا في المدرجات وصمت رهيب في الفراش الايسر حيث يتواجد تقريبا 300 مناصر تطواني. كرة القدم. المقابلة اشتعلت. ترقب رد فعل الفريق المغربي التطواني. رد لوبيرا ربما تصور اي سيناريو الا هذا الذي يشاهده الان. لوبيرا مشى عصام العاصمي مشى مع كرة عبد الصمد رفيق. انما الله غالب كرة اخترقت المرمى. انما المركز بشكل صحيح. متابعة الحارس العاصمي. الكرة هل لمس الكرة ام لا؟ اصطدمت بالعمود الايمن وصلت للاعب بوخريس فقط. لمس الكرة بهدوء كبير. هدفا ل0. وشهية اللاعبين الطنجيين ربما لا تقف عند هذا الحد. الهستيريا في المدرجات. يعني هنا الاعاده هنا تسديده قويه من مش الحارس. ارتطمت بالعمود الايمن رجعت عند بوخريس باللمسه الواحده. هدفا ل0. تطوان تراقب ماذا يفعل الطنجيون في هذه المقابله. قطار تطوان توقفت تماما. قلت لما مابيدي ماشي هو مابيدي كيعرف في الرجاء. يمكن قلت على بورسوق على العديد من اللاعبين التطوانيين. يمكن انا ما نقولش اختصاصات ديال المكتب المسير ديال المغرب التطواني. يمكن نقول يمكن لوبيرا ماشي هو المدرب يعني اللي يمكن يقود هذه المجموعه من اللاعبين. الا شدينا تطوان لاعب عندهم امكانات مهمه وكبيره. انما كتجانس كعطاء كمجموعه ظهر التطواني. الموقع نصير الميموني. كره ثابته ولست ادري لماذا هذا الاحتجاج للحارس بسطره. ربما غيتلقى انذار. ربما اذا تلقى انذار سيكون مجاني. اذا تلقى انذارا سيكون قد تصرف برعونه وبسذاجه وربما الحكم في طريقه جاب انذار. هنا لاعب في اطار احتراف انما هاوكه عقليه كالسلوك. المقابله غدا يا زميلي محمدي لانزال كل التباس. اعاده المشي. هنا ضرب خطا. هنا يسير كحل. ارتقاء خروج الحارس. ليس خطا بتاتا. هدف مشروع لفريق المغرب التطواني. يمكن نقول احتجاج لا مبرر له للحارس بسطره. هو يا حسره واحد من المجربين والمخضرمين. هنا نظن السلوك ديال بسطره انتبه له المدرب عبد الحق بن شيخه. هدف سليم 100% وقرار شجاع لحكم المقابله. ما نقشفش. تغيرت وتيرة المقابله. زيد كاروش يمكن نقول كفر على افعاله وكفر على ما سبق ان قام به داخل
داخل القلعه التطوانيه. هدف رائع، خدا انذار، هدف يمكن نقول فيه الصنعه. افضل ما فعل فريق المغرب التطواني هو هذا الهدف، يجيب الصنعه يعني هدف محبوب بشكل صحيح. انذار ما تعطاش الراس ديالو. هنا الاعاده، هنا مثل تريونك جميل، هنا نزل ما كاينش تسلل. شوف شنو غادي يعمل. اعتقد الحارس بيستاروان غيمرر. شوف فلونك الفيرمي. هنا داهيه، هنا لاعب داهيه. اهدافهم سير من الاهداف، هدفان داخل كل شبكه بين الاشقاء. تطوان تعود من بعيد، تطوان تحلق عاليا وتعود من بعيد. هدفان داخل كل شبكه. ارتفعت وتيره المقابله، كره للمعاوي، الزاويه الخامسه. جوج ما بين المغرب التطواني وفريق اتحاد طنجة تصل مدينة الأصدار. ارتفعت وتيرة المقابلة، نصل للدقيقة 16. جوج ما بين الفريقين. بأي سيناريو ستنتهي المقابلة؟ غادي يدخل جوج ديال اللاعبين.